الوعي طبعا ده توبيك كل الناس بتتكلم عليها النهارده، ترندي نفس الكلام. انا عندي كده تشبيه للبني ادم، او يعني احنا كبني ادمين تشبيه شويه ممكن تشوفوه يعني مختلف شويه. احنا عباره عن ايه؟ جسم، نفس، وروح، صح؟ الموبايل بتاعك عباره عن ايه؟ هاردوير، جسم، سوفت وير، نفس، سيم كارد او اللي هو الاتصال، روح. ايه اللي فيهم ما بيتغيرش؟ الروح. انا ليه شبهت الموضوع دوت؟ لانه احنا كجسم محتاجين دايما، اولا بيتغير على طول، والجسم بتاعنا يعني زي ما قلنا بيحصل له ايفولفينج. نفس الكلام بالنسبه للنفس، زي ما ربنا بيتكلم على النفس المطمئنه والنفس الراضيه والنفس اللوامه والنفس الاماره بالسوء اللي هو بيبقى فيها فيروس and so on. الروح هو ربنا، ده جزء من ربنا، لأنه ده اللي ربنا نفخه فينا. إيه هو بقى الوعي؟ هو جزء من الروح. الناس توافقني وممكن الناس ما توافقنيش، بس هي الفكرة كلها إنه إحنا ربنا خلق فينا الوعي ده. افتكر كده، ارجع بالزمن هتلاقي إحنا كنا بندرس مواضيع في ابتدائي، هي نفس الموضوع في إعدادي، هو نفس الموضوع في ثانوي، بس مع كل مرة كان استيعابنا بيختلف. طب في ايه اللي اتغير عندنا؟ مفيش حاجة اتغيرت غير ان انت الوعي بتاعك ابتدى يتغير، وعلى هذا الاساس بتبدأ تفهم الحاجة اللي قدامك. والعقل، انت لما تعرف ازاي العقل بيشتغل تفهم ان هو لما تسأله السؤال، العقل ميزته ان هو يجري ورا الإجابة، هيجيب لك الإجابة. فالمهم ان انت تسأل السؤال المظبوط عشان تعرف تلاقي الإجابة المظبوطة. جاس وات بقى، في مستويات للوعي، في ديبيتس كتير على مستويات الوعي، بس احنا هنختصرهم ل4 مستويات. المستوى الأول بيسموه تو مي، يحدث لي. يعني ايه المستوى ده؟ هو مستوى اللي كلنا عايشين فيه النهارده. يعني هو ما ينفعش مستوى الوعي يبقى على كل نمط حياتك. احيانا تلاقي مثلا في العلاقات انا في المستوى ده، في الشغل انا في المستوى الثاني، ايموشنز انا في مستوى ثالث، علاقتي مثلا مع ولادي في مستوى رابع، يعني وات ايفر. تو مي، يحدث لي. يعني ايه يحدث لي؟ يعني انا شايف الدنيا من منظور اي حاجه بتحصل لي. ولادي ما بيكلمونيش، في الشغل لا مستقصدني. دايما عايش دور الضحيه، دايما اي حاجه بتحصل حواليا وانا الضحيه. ايه مشاكل الموضوع دوت؟ مشاكله ان انا عايش حاسس اكنك بالظبط راكب في مركب ومش متحكم في اي حاجه، فمطرح ما هتوديك مالكش كنترول على اي حاجه في حياتك. فده مستوى تو مي. المستوى الثاني، الناس بقى فكرت وكل العلوم بتاعه البيرسونال ديفلوبمنت والتنميه البشريه والحاجات اللي بتحصل دلوقتي دي كلها عشان ينقلك من مستوى تو مي ده لمستوى الثاني اللي هو باي مي، من خلالي. انا ريسبونسبل، انا اي حاجه هتحصل انا اللي هعملها، انا اللي هاخد زمام الامور، انا عارف ان انا مسؤول، ماي ريسبونسبيلتي. وده مستوى الاتشيفرز. مشكلته فين؟ مشكلته في النيد اوف كنترول. يعني احنا النهارده واحنا بنصور فجأة الشمس اتحركت وجت في بطريقه معينه. لا، انا عايز كنترول الشمس، ما خليهاش تيجي هنا، وابتدي اتضايق. تقدر حد فينا يقدر يغير الشمس؟ ما تقدر. وات وي ديد ايه؟ غيرنا اللوكيشن. تعالى بقى احط مشاكلنا كلها في البيزنس. I need to achieve البلان بتاعتي، احط بلان بتاعت اليوم. انا مش ضد ان انت تحط بلان لليوم والشهر والسنه والكوارتر وكل الكلام ده، بالعكس. بس مشكلتنا فين؟ انا عايز البلان تتحقق بحذافيرها زي ما انا حاططها بالظبط،
ميعاد الساعه 8:30 الصبح يبقى لازم يبقى 8:30، لو 8:30 و5 بوظ اليوم. بيوصل الناس بتبقى overwhelmed، وبرضه كلمه overwhelmed بقت منتشره جدا، ترندي جدا، بس الناس بتبقى تعبانه اندر ستريس. يا فرحتي ان انا بقيت اتشيفر وعملت ملايين وبصرفها على دكاتره وبصرفها على ضغط وسكر، والناس بتموت ليترلي بتموت. طب انا في مستوى الاتشيفرز ده، دي حاجه كويسه بس النيد فور كنترول مش حاجه كويسه خالص. يو نيد تو بي ان كنترول، اللي تقدر تعمل عليه كنترول. ايه اللي بقى اللي تقدر تعمل عليه كنترول؟ انا ماي رياكشن. اقدر ان انا غيرنا السيت اب. ليه؟ لانه حاجه اتغيرت. والحياه مش لينير. اللي يقول لك اقصر طريق ما بين نقطتين هو الخط المستقيم، صح؟ ده على الورق. انت لو طلعت من سريرك عشان تروح الحمام ما بتروحش في خط مستقيم. فما فيش لينياريتي في الدنيا. مشكلتنا لما بنيجي نقعد بنفكر من فريم مختلف. انا بفكر اكني على الورقه، وافكر ان البلان دي هتحصل 1 وبعديها 2 وبعديها 3 وبعديها 4، مش فلكسبل. فده باي مي، او خلينا نقولها باللغه الفصحى بواسطتي، يحدث لي وبواسطتي. ثالث مستوى، وهو ده مستوى، طبعا المستوى الاول 70-80% من العالم بيعيشوا فيه. المستوى الثاني رقم كبير جدا من الناس بتعيش، رقم يعني 20% زي ما بنقول، مثلا 20-25% لو واحد 70%. مستوى الثالث هو مستوى وعي مختلف شويه، كنت برضو اول مره اتعرض ليه. هو بيسموه through me، يعني من خلالي. هو ايه اللي من خلالي؟ هو ايه اللي هيحصل من خلالي؟ ولما درست الموضوع دوت اكتشفت ان هو لما تيجي يوريليت الكلام دوت للقرآن تلاقيه اليقين ان اللي بيحصل قدامي في حياتي هو مش من باب الصدفة. يعني ايه through me؟ يعني انا ماشي مع الفلو. اي حاجة بتحصل مع الفلو. ادي لك مثال يمكن كلنا بنعرفه، اللي هو موضوع الباركينج. نازل انت في المهندسين ولا في المعادي ولا في مصر الجديدة، تتخيل ان انت تقول ايه؟ انا اي مكان هروحه هلاقي ركنة بسهولة، وبتلاقي حب النية او الانتنشن ان انا هلاقي ركنة، وبتلاقي. طب لو ما لقيتوش بتقعد تدبدب في الارض. لو باي مي ياه تقعد مشكلة ان انت ما لقيتش ركنة، ده مش يومي، ده مش عارف ايه. ايه مشكلة الباي مي؟ ثرو مي بيعمل ايه؟ فاين، ما لقيتوش هتمشى شويه. وجاس وات لما بتلاقي كده بتلاقي نفسك ان انت بتعلي البروبابيلتيز بتاعتك. يعني ايه ثرو مي مره تانية؟ يعني تلاقي نفسك اي حاجه بتعملها بتتعمل قبل ما انت بتطلبها. انا رايح سبحان الله تلاقي ان الحياه بتتيسر لك زي ما بنقول. دي فكره ثرو مي، ودي عشان توصلها لازم يبقى عندك سلام داخلي قبل ما تشوف الحاجه الخارجيه، وما يبقاش عندك اتاتشمنت لاي شيء. المستوى الرابع مستوى غريب جدا بقى، هم بيسموه از مي. يعني احنا كلنا واحد، كلنا جايين من اصل واحد. دي لك مثال، الجسم البشري. انت لما جيت انت شفتني دلوقتي صح؟ او انا شايفك ايه؟ شخص واحد صح؟ طب لو ما نيجي نخش ندقق اكتر 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 لغايه لما نوصل لكرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء. لو كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء هم اصلا عباره عن دم، يعني هم حاجه واحده. فاختصارا اللي بنقوله احنا في الدنيا دي كلنا حاجه واحده. هو ده التناغم ما بين البشر والجماد والحيوان كلنا حاجه واحده. في الاخر كلنا جايين من نفس المصدر اللي هو من ربنا يعني، وكلنا هنروح لنفس المكان. لما بتوصل للمستوى ده، المستوى الروحي ده، بتلاقي نفسك في الاخر في ارتياح جامد جدا. ما بقولكش ان انت تقعد على جنب وخلاص انا ازمي، يعني انا والقطه دي حاجه واحده، بس ان اوصل بالسلام الداخلي ده انه ابطل اشتغل. يعني لا، هتشتغل وهتعمل كل حاجه، بس
بتبقى في سلام مع اي حاجه قدامك، مع الشجره، مع الكرسي، مع العربيه، في سلام على كل حاجه. ده مستوى يعني روحي عالي جدا جدا جدا، بيوصلوا الناس اللي هي يعني عندها الحته الروحيه دي عاليه.